السلام عليكم. الخبر انضمام موسى هلال رئيس مجلس الصحو الثوري للجيش، مع ظهور وثيقة بتثبت الاتفاق التم بين موسى هلال وبين الجيش، اللي على إثر الجيش أدى موسى هلال 20 مليون دولار مقابل 50,000 مقاتل و20 تريليون جنيه سوداني كمرتبات للجنود اللي هم هيجيبهم، مع وعود بأنه هيتقلد منصب حاكم إقليم دارفور وحياخد رتب له للجنود اللي هيجيبهم. يعني التعليق، إذا كان الجيش عنده 20 مليون دولار، أما كان أولى بها الشعب السوداني اللي بيجوع الآن، الشعب السوداني المشرد، الشعب السوداني الآن بيعاني من المجاعة. 240,000 مواطن سوداني ويقال أزيد توفوا جراء المجاعة إثر تعنت الجيش في إيصال المعونات الإنسانية وإهدار موارد الدولة وأموال الشعب السوداني في تكوين الميليشيات. يبدو لي أنه لا وجود للمؤسسة العجوز سوى فقط لافتات بالذات عسكرية يرتديها شزاز آفاق أمثال العطا والبرهان وغيره. فلا وجود للمؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية انتهت. الجيش السوداني الآن أصبح عبارة عن ميليشيات وكتائب إرهابية فقط، لا وجود للمؤسسة العسكرية. يعني نحن بنقول يعني ربنا يجنب البلاد شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.